ده انت حتى ايدي كنشف من ايدي. بيقول كل شهر بعزم اهلي يتعشوا معايا، وغالبا بيبقى يوم الجمعه من كل شهر عشان ده بيكون يوم الاجازه بتاعي. مراتي بتفرح باليوم ده جدا، ودي حاجه بتبسطني منها الحقيقه، لانها عمرها ما حسستني انها بتتعب من عمايل الاكل ولا التنظيف، ولا مره قالت لي بلاش يجوا الشهر ده. بالعكس، بتكون محضره العصاير والحلويات وعامله اكل تحفه، وتقعد تخترع في راس الاكل. ولما اقول لها مش لازم تقعدي كل ده عشان تعملي شكل حلو لطبق السلطه، حطيها في طبق كده وخلاص، كانت تقول لي لا، العين بتاكل قبل المعده. وفعلا معاها حق، منظر الاكل لوحده بيبقى بيفتح النفس. وفي يوم من ايام العزومه اتاخرت في مشوار، رنت عليا وقالت لي معلش وانت جاي هات لي معاك حاجه للمعده حتى لو برشام. قلت لها بخضه مالك طيب، خلاص لو تعبانه هرن على الجماعه ما يجوش الشهر ده. قالت لي لا مش مستاهله، انا بعمل الاكل اهو، وبعدين لما اقعد معاهم هنسى ان انا تعبان. وانا راجع من الشغل جبت لها علاج وزبادي ولبن رايب عشان بترتاح عليهم. طبعا ما اثرتش في حاجه كالعاده، الاكل والعصاير وكل حاجه كانت ممتازه. قعدنا ناكل وهي غصبت على نفسها قدامهم وكلت حاجه بسيطه عشان يعني ما حدش يعرف انها تعبانه. فقعدنا نهزر انا واخويا ونفك الجو يعني شويه. وفي وسط الكلام مسكت ايد مراتي، لقيت ملمسها خشن جدا على عكس العاده. فقلت لها بضحكه عاليه ايه يا فوزيه الايد دي، على راي فؤاد المهندس ده حتى ايدي كنشف من ايده، كنت سيبيها يمكن تطرف ايده. لقيتها شدت ايدها من ايدي ووشها قلب الوان وقالت لي هاخد حبايه المعده وجايه. دخلت اوضتها وسط ما هم كلهم كانوا بيضحكوا الا امي، كانت قاعده بتبص لي بنظرات كلها عتاب. سابت الموقف يعدي عشان محدش ياخد باله، وهم ماشيين شدتني على جنب وقالت لي الست اللي بتتريق على ايدها دي احسن منك، على الاقل انت قاعد في التكييف طول النهار، لكن هي بتغسل هدوم وسجاد وبتمسك بصل وتوم، وايدها دي بتنظف بيها طيور، لو شميت ريحتها هتقرف تاكل. كل ده وحضرتك بتيجي من الشغل ريحه الاكل قلب الشارع، والبيت نظيف وهدومك كلها مكويه، ولسه بتقول لها ايدك خشنه قدام اخوك ومراته، ادخل صالح مراتك وتاسف لها والا والله ما هدخل بيتك تاني. امي مشيت من قدامي وانا حاسس اني صغير جدا قدامها وقدام المسؤوليات اللي بتقوم بيها مراتي لوحدها. خبطت على الباب ودخلت، لقيتها مخبيه وشها وبتمسح دموعها عشان ما اشوفهاش. قلت لها حقك عليا، انا عارف ان انا كنت سخيف النهارده، بس والله ما كان قصدي، انا كنت بحاول يعني افك الجو عشان تضحكي وتنسي تعب معدتك، بس اتصرفت بطريقه غلط، انا اسف وصدقيني عمري ما هحرجك قدام حد تاني. بيقول الحمد لله رضيتها وعدى اليوم على خير، من وقتها بقيت اخد بالي وازود كمان من الكلام الحلو ليها. كانت بتفرح بالكلمه كاني جبت لها الدنيا تحت رجليها. ست اصيله ربنا يحفظها لي ويقدرني اعملها بما يرضي الله.